طيب استكمالا للاو اس بي اف، في امر شو ما عملناهوش المره اللي فاتت في اللاب اللي فات. تعالى كده نعمل الامر الشو ده على الثلاث النتورك المختلفه اللي معانا دي. مثلا لو دخلت على الراوتر ده وكتبت enable وعملت show IP OSPF neighbor، ده امر من اوامر الشو اللي بتعرفك الجيران في الاو اس بي اف. طيب عملت انتر وجالي الجار بتاع الراوتر اللي هو هنا ده اللي على الشمال، الراوتر رقم 1 هنا. جاب لي النيبر بتاعك 2222 اللي هو الراوتر رقم 2 اللي في النص ده، وكتب لي هنا البريوريتي 1. الستيت هنا فول، معناه ان هما تبادلوا الداتابيز او اللينك ستيت داتابيز بطريقه سليمه. وفي هنا بي دي ار. بي دي ار اختصار لباك اب ديزيجنيتد راوتر، هنعرف يعني ايه كمان شويه، بس اهم حاجه تفتكر معايا ان ده الجار رقم 2 ده هو بي دي ار، يعتبر بي دي ار او باك اب للدي ار. تمام، عند راوتر 1. يعني الراوتر ده، الراوتر اللي على الشمال ده، شايف الراوتر رقم 2 ده باك اب للدي ار. تمام، دي معلومه خليها معانا دلوقتي. طيب تعالى للراوتر اللي في النص اللي هو رقم 2، enable، وقلنا show IP OSPF neighbor. هتلاقي عندك هنا برضو بيعرفك الجار. عندي هنا واحد، الجار 1.1.1 اللي هو اللي على الشمال اللي احنا كنا عنده من شوية، اللي هو ده. والجار رقم 3 اللي هو هنا، ومكتوب بريوريتي 1. يبقى كده البريوريتي عند كل الراوترات متساوية، وطبعا فول تبادلوا الداتابيس. تمام، وعندي هنا مكتوب الدي ار. انا الراوتر رقم 1 اللي في النص ده او الراوتر رقم 2 اللي في النص، شايف الراوتر رقم 1 بالنسبة له هو دي ار، وشايف الراوتر رقم 3 اللي على يمينه هنا برضو دي ار. خليها دلوقتي معلومة ونروح للراوتر رقم 3 ونعمل نفس الامر، enable show IP OSPF neighbor. الراوتر رقم 3 شايف الراوتر رقم 2 هو البي دي ار، هو الباك اب، وطبعا بريورتي هنا 1. ايه هو الدي ار وايه هو الباك اب دي ار؟ قبل ما نعرف، تعالى للتوبولوجي هنا اللي موجودة على يميننا هنا كده. تعالى نشوف اول راوتر ونعمل له نفس الكلام بالظبط، يعني show IP OSPF neighbor. طبعا هنا متوصلين بسويتش. تمام، الشبكات كلها او الشبكة اللي موجودة المتوصلة هو شبكة 11. تمام، وهنا اللوب باك 100، وهنا لوب باك 120، وهنا لوب باك 130. الراوتر ده لما عملت الامر جاب لي 130.1.1.1 اللي هو راوتر رقم 3 اللي تحت ده، اللي هو اللوب باك بتاعه 130 هو الدي ار، وال120 اللي هو الراوتر رقم 2 اللي هنا هو البي دي ار. تعال نروح للراوتر 120 show IP OSPF neighbor، جاب لي 130 هو الدي ار. تمام، وجاب لي الراوتر رقم 100 هو اسم جديد وهو دي ار اذر. معنى ايه بقى دي ار اذر والدي ار والبي دي ار؟ ايه الكلام ده معناه ايه؟ اول حاجه تخيل كده ان كل راوتر لو جينا شفنا هنا في فول يعني تبادل لينك ستيت بطريقه سليمه. تخيل ان كل راوتر من دول محتاج يعمل فول للداتابيز بتاعته، لازم يبعت الداتابيز للراوترات التانية كلها. طبعا عدد الجيران او النيبرز والعلاقات بتزيد، كل ما عدد الراوترات بتزيد كل ما اللينك ستيت داتابيز بتزيد. علشان كده في الاو اس بي اف لازم يختار رئيس، الرئيس ده اسمه الدي ار، ويختار باك اب اللي هو البي دي ار عشان يكون باك اب للدي ار ده. باقي الراوترات بقى بنسميها دي ار اذر، اللي هو ده دي ار اذر. الدي ار ده بيكون له دور مركزي، اللي هو السنترلايزد راوتر في تبادل ونشر اللينك ستيت داتابيز. والبي دي ار هو بيكون الباك اب بتاعه لو الدي ار خرج من الشبكه او حصل له حاجه. يعني لو راوتر جديد مثلا دخل الشبكه، فمش معقول ان هو هياخد كل الداتابيز من كل الراوترات، لا، هو هيروح يتكلم مع واحد بس وهو الدي ار.
يبقى الدي ار يقوم باعت له الداتابيز اللي عنده مره واحده وخلاص. على كده يبقى كده الراوتر ده بيكون دي ار اذر. ازاي الاو اس بي اف اصلا بيختار الدي ار؟ اول حاجه بيبص عليها البريوريتي اللي انا علمت عليها في الاول، وهي ايه؟ بريوريتي دي مكتوبه رقم واحد، وهنا رقم واحد تقريبا في الكل كان رقم واحد، فهو الديفولت او الافتراضي هو واحد. طبعا زي ما شفنا ان هي متساويه. طيب لو البريوريتي متساويه بينقل على الاختيار اللي بعده، وهو اعلى راوتر اي دي. الراوتر اي دي اللي احنا بنعرفه للاو اس بي اف في الاول. لو فاكرين في اللاب اللي فات كنا بنعرف راوتر اي دي للاو اس بي اف ازاي. بنكتب مثلا راوتر او اس بي اف رقم واحد، ونكتب راوتر اي دي ونديله الرقم اللي احنا عايزينه. مثلا لو احنا عايزين نسمي 150.1.1.1 مثلا يعني، وندوس انتر. طيب الراوتر اللي احنا عليه ده اللي هو الراوتر رقم 3 هنا ده، تمام؟ ده الراوتر اي دي بتاعه كام؟ تعال نشوف كده. طبعا انا مسجله اللي هو 130 اللي هو اللوب باك، تمام؟ يعني لو جينا شفنا الراوتر اي دي بتاع الراوتر ده شو رن سيكشن او اس بي اف، الاقي عندي انا معرف راوتر او اس بي اف واحد، وعندي الراوتر اي دي 130.1.1.1، تمام؟ بس في حاجه مهمه، ان انتخاب الدي ار والبي دي ار نفسه مش بيحصل على كل انواع الشبكات. علشان كده انا حاطط هنا بوينت تو بوينت، بمعنى الشبكه اللي عندي فوق هنا برودكاست. البرودكاست هو اللي بيتم فيه انتخاب الدي ار والبي دي ار. طيب لو عملتها بوينت تو بوينت، او راوتر واحد متوصل براوتر تاني بس، يعني راوترين اتنين بس متوصلين ببعض، مش هيبقى فيهم انتخاب، مش هيبقى فيه دي ار او بي دي ار. يعني ايه بوينت تو بوينت؟ انا بدخل على الانترفيس كده مثلا يعني بدخل على الانترفيس مثلا من الراوتر ده، هدخل كده على الراوتر اللي انا كاتبه هنا راوتر واحد بوينت تو بوينت، هنا مثلا enable، وعملت show IP OSPF neighbor. هتلاقي هنا قبل ما احول الشبكه اصلا لبوينت تو بوينت، لسه هي برودكاست ما حولتهاش، هتلاقي هنا 2 هنا الدي ار، تمام؟ مفيش مشكله. طيب في امر شو تاني، شو انترفيس جيجا 0/0/0، اسف، شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0/0/0. عايز اشوف الاو اس بي اف على الانترفيس ده. لو لاحظنا هنا هتلاقي الراوتر اي دي مكتوب، معلومات عاديه، راوتر اي دي مكتوب، وهتلاقي هنا النتورك تايب برودكاست. طيب لو جينا غيرنا النتورك تايب ودخلنا على الانترفيس، لازم عشان نغير اللينك ما بين الراوترين لازم ندخل على الانترفيس. فندخل على الانترفيس جيجا 0/0/0، ونقول له اي بي او اس بي اف نتورك، ونعمل كده علامه استفهام. هتلاقي عندك بوينت تو بوينت، انتر. هتلاقي حتى كمان في رساله ان في حاجه حصلت في الاو اس بي اف، ورحنا دخلنا شو اي بي او اس بي اف نيبر تاني، تلاقي عندك الجار رقم 2 وفول، ومفيش هنا دي ار ولا بي دي ار، مكتبش اي حاجه. ولو جينا شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0/0/0، هتلاقي النتورك تايب بوينت تو بوينت. يبقى مش كل النتورك بيتم انتخاب الدي ار والبي دي ار، لا، النتورك تايب لو كان بوينت تو بوينت مش هيتم انتخاب. برودكاست بيتم الانتخاب. طيب تعال نشوف على الراوتر 2 عشان دي حاجه مهمه برضو. لو رحنا الراوتر 2 وكتبنا شو اي بي او اس بي اف نيبر، في حاجه مهمه جدا لو لاحظتها، هتلاقي هنا مكتوب 3 خلاص اللي على يمينك دي ار، ورقم 1 مكتوب بي دي ار. طب ازاي؟ طب انا خليت اللينك بوينت تو بوينت، لا انا خليت اللينك بوينت تو بوينت على الراوتر رقم 1، انما الراوتر رقم 2 لسه شايف الشبكه اللي على اليسار دي اللي من خلاله هنا كده، تمام؟ لسه شايف راوتر رقم 1 برودكاست. يعني لو جيت دخلت عملت شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0/0/0،
لسه النتورك تايب هنا برودكاست، مغيرتهاش هنا بوينت تو بوينت، فلازم هيشوف الجنب ده او الراوتر رقم واحد ده هيشوفه بي دي ار عادي جدا. طيب اعمل ايه؟ انا عايز اغير الشبكه او اللينك ما بينهم. ادخل على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 0 واقول له اي بي او اس بي اف اشتغل يا انترفيس بوينت تو بوينت. ارجع ورا واعمل شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0 على 0 على 0، هتلاقي النتورك تايب اتغيرت. ولما اعمل شو اي بي او اس بي اف نيبر، هنا بقى ايه؟ رقم واحد هنا بقى فل ومفيش دي ار ولا بي دي ار، والراوتر رقم 3 هنا بقى فل وبقى عندي هنا دي ار. ولو لاحظت هتلاقي البريوريتي هنا اتغيرت. في الانتخاب بكتب عندي بريوريتي، انما زيرو معناها مش داخل في انتخاب اصلا، مفيش انتخاب للراوتر ده، لا دي ار ولا بي دي ار. طب تعال نشوف على راوتر رقم 3 هنا شو اي بي او اس بي اف نيبر، هتلاقي فعلا مكتوب عندك راوتر رقم 2 هو البي دي ار، تمام، والراوتر رقم 3 هو الدي ار. ولو لاحظت برضو لو عملنا شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0 على 0 على 1، هتلاقي نتورك تايب برودكاست والدنيا تمام. طيب في حاجة مهمة برضو علشان احنا هنا شفناها في الراوتر رقم 2 شو اي بي او اس بي اف نيبر، عندي هنا 2 دي ار. الراوتر ده شايف 2 دي ار، هل ده غلط؟ في حاجة غلط في الموضوع؟ لا، طبيعي، لان كل واحد موجود على انترفيس مختلفة، وبالتالي عندي هنا سيجمنت مختلفة. لان الدي ار مش بيتحدد لكل اريا مثلا، لا، انما هو بيتحدد لكل برودكاست سيجمنت. يعني حتى لو التلاتة في اريا 0، تمام، احنا عاملين اريا 0، انا عندي هنا سيجمنت مختلفة، انا عندي هنا شبكة 10 وشبكة 11، فعندي سيجمنت مختلفة خالص، شبكة 10 وشبكة 11. فعادي جدا يشوف واحد من هنا دي ار وواحد من هنا دي ار، عادي. ممكن يكون هو البي دي ار للطرفين، فعادي. القصد ان هو مش غلط ان يبقى عندك 2 دي ار يعني. بس انا حبيت اوريك الفرق ما بين البوينت تو بوينت والبرودكاست، وكمان ان يبقى في الدي ار بيتم انتخابه على كل سيجمنت مش كل اريا. طيب الحاجة التانية بقى المهمة اللي هنا، ان انا خليت كل الراوترات في سيجمنت واحدة. وهنا حتى لو لاحظت وانا بعمل الشو اي بي او اس بي اف نيبر، هتلاقي فعلا ظهر معايا الدي ار. طبعا هنا البريوريتي متساوية، فهو اختار على راوتر اي دي اللي هو 130، وال 120 البي دي ار. فطبعا لما لقى ان هو في سيجمنت واحدة فاختار دي ار وبي دي ار، طبعا دي ار واحد بس وبي دي ار واحد بس. طيب والباقي هتلاقي في دي ار اذر اللي هو 100 اي بي او اس بي اف نيبر، هتلاقي هنا اللي هو 100 ده اقل واحد هو الدي ار اذر. فظهر معانا لما بقوا في سيجمنت واحده ظهر معانا الدي ار اذر والبي دي ار والدي ار، فده مهم جدا في الاو اس بي اف. طيب ده معناه ان انا لو غيرت البريوريتي ان هو هيشتغل. تعال نشوف، يعني مثلا انا عندي الدي ار هو اللي هو 130، والبي دي ار 120، وال100 ده هو الدي ار اذر. تعال نخلي ال100 ده هو اعلى بريوريتي ونخليه هو الدي ار. ازاي الكلام ده؟ هندخل على config t ونعمل على الانترفيس المتوصله بال اس بي اف اللي هو انترفيس جيجا 0 على 0، وبغير بقول له اي بي او اس بي اف واختار البريوريتي. عملت علامه استفهام هيجيب لي من 0 ل 255. احنا اتفقنا ان الصفر يعني بيخرج من الانتخابات خالص، 255 ده اعلى حاجه. طيب انا هختار بريورتي مثلا 190، عادي عادي. كده معناه ان اللي هو الراوتر اللي اللوب باك بتاعه 100 اللي كان دي ار اذر المفروض ان هو يبقى دي ار. طيب تعال نشوف كده في الراوتر التاني، هنقول والله enable show IP OSPF neighbor. الله، هنا البريوريتي اتغيرت صح، بس لسه زي ما هو دي ار اذر. ليه ما اتغيرش؟ ما بقاش هو الدي ار ليه؟ الاو اس بي اف مش سهل ان هو يغير التوبولوجي. طبعا لو عندك مثلا 100 راوتر ولا 50 راوتر على الاو اس بي اف
استحالة ان هو يغير الدي ار والبي دي ار علشان اللي انت غيرت البريوريتي فيوقع الشبكة او يخلي الشبكة تعمل داتابيز جديدة ويغير كل الكلام ده علشان انت غيرت بريوريتي. طيب لو انت فعلا خلاص اتأكدت ان انت عايز تغير الراوتر ده وتخليه هو البريوريتي اعلى وتخليه هو الدي ار، لازم تعمل امر كلير. لازم تقول الاو اس بي اف لو سمحت عيد بقى تاني الحسابات بتاعتك وخلي هو الدي ار. نعملها ازاي الكلام ده؟ بامر كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. ده بيخلي الراوترات تعمل حسابات جديدة، بس طبعا ده في اللاب بس. ما فيش حد في الشغل بيروح يعمل كلير للاي بي او اس بي اف كده من نفسه، او يعمل اي حاجة بدون ما يكون متأكد 100% ويكون في تصريح مثلا او اي حاجة فعلا ضرورية ان هو يعمل كده. فبيطلب مني بيقول لي ريسيت كل الاو اس بي اف، اقول له يس. ويستحسن ان انا ادخل اعمل الكلام ده على كل الراوترات. فكلير اي بي او اس بي اف بروسيس يس. ادخل هنا اقول له كلير اي بي او اس بي اف بروسيس يس، واسرع كده الامور وادخل على 100 ده تاني كده. show IPOSPF neighbor. اتغيرت كل الحسابات، بقى عندي 130 اللي كان دي ار بقى هو البي دي ار، بقى عندي 120 اللي كان بي دي ار بقى الدي ار اذر. وطبيعي لو دخلت دلوقتي هنا قلت له show IPOSPF neighbor هتلاقي الاعلى priority هو اللي بقى الدي ار بالرغم ان هو اقل راوتر اي دي، وعند 130 هو البي دي ار بالرغم ان هو اعلى راوتر اي دي. بس الاو اس بي اف بيختار اعلى بريوريتي في الاول، ولو تساووا بيختار اعلى راوتر اي دي. كده يبقى احنا خلصنا، واشوفكم في اللاب الجاي، وفي امان الله.